بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا، مرحبا بكم مرة أخرى معنا. نتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. الردع الصاروخي هو واحد القوة مهمة داخل منظومات الجيش. الشيء اللي خدم عليه المغرب خلال الصفقات اللي دار، والصفقة ديال اليوم اللي نهضروا عليها بطبيعة الحال في إطار صفقات القوات المسلحة، اللي هي صفقات نوعية أعطاته الريادة وأعطاته التفوق والتنوع الإقليمي. ما بين هذه الصفقات هي الصفقة ديال البيرس، وسبق وهضرنا على نظام الدفاع الساحلي والجزري، يعني أنظمة الدفاع الساحلي اللي كان المغرب عنده واحد النقص فيها، ودابا تعطيه واحد التفوق شامل وحل شامل للمشاكل ديالو البحرية. هضرنا على مجموعة النقاط اللي غادي نكملوا في النظام ديال السيدس، وغادي نهضروا على نقاط مهمة. نتمنى تكملوا الفيديو لأن كاين بعض النقاط اللي جد مهمين على مستوى التسليح وعلى مستوى الحرب الصاروخية، وكيفاش أن المغرب يولي واحد القوة تردع لا يستهان بها في المنطقة، يحسب لها ألف حساب. فعلى بركة الله نبداو بهذا النظام الدفاع الساحلي والجزري اللي تكمل المنظومة ديال البيرس. حيت جاوني بعض لي كومونتير كانوا تيقولوا لك لا، راه البيرس ماشي نظام دفاع ساحلي، ولكن هو واحد النظام اللي متكامل، حل شامل بالخاصيات اللي فيه. وهذا النظام ديال السيتس اللي فيه اللي هو نظام الدفاع الساحلي والجزري تيخليه كنظام دفاع ساحلي يمكن لك تنصبو، وتيعطيك حل دفاع صواريخ متقدم وفعال على مختلف المستويات، بما فيها يعني فاش نهضروا رابور كاليتي بخي، يعني الانجازات ديالو ولا المهام ديالو مقارنه مع التكلفه الماليه تبقى جد مهمه، لان هذا نظام متعدد الاستخدام ومتعدد المهام. عنده القدره على اداره اطلاق النيران ولا اطلاق الصاروخي، الاعتراض، الاغاره، الكشف البحري، مراقبه العمليات، الرفع من القدرات القتاليه، وايضا الرفع من القدرات القتاليه الاستراتيجيه، وهذه مهمه جدا. ما تهضروش على المستوى التكتيكي ولكن حتى على المستوى الاستراتيجي. ايضا فاش نكملوا في هذا النطاق نفتحوا واحد القوس، حنا عندنا مجموعه ديال الموارد وديال المواقع استراتيجيه في المغرب مهمه جدا على مرمى السلاح البحريه ديال العدو. نبداو من الشمال على سبيل المثال الحصر، نهضروا على ميناء طنجة المتوسط، ميناء ديال غرب المتوسط ديال الناظور اللي قريب يوجد. نهبطوا عاوتاني نلقاو الدار البيضاء اللي هي تشكل تقريبا 60% من الاقتصاد الوطني. نهضروا على المناطق ديال الجرف الاصفر اللي هي مهمه جدا على مستوى يعني الطاقه، الاسمده، مجموعه المواد مهمه، مرورا باكادير اللي هي فيها عده مناطق صناعيه وميناء اللي مهم على مستوى التفريغ الصيد البحري وحده الصيد. عاد غادي ندوزو الى المناطق الجنوبيه وفوس بوكرة والمناطق اللي هما ديال الفوسفات. يعني عندنا بزاف ديال المواقع الاستراتيجيه على مرمى سلاح العدو، بالتالي يجب تحصينها. هذا الشيء علاش مزيان هذا النوع ديال هذه الانظمه ديال الدفاع الساحلي، باش يمكن لها دير واحد التغطيه وحمايه لهذه المواقع، لان الصراحه الا ضربنا في هذه المواقع غادي يتم الشلال ديال المغرب على عده مستويات، وهذا الذي لا يحمد عقباه وما تنتمناوش يوقع، وماشي ما تنتمناوش يوقع بالفم، ولكن حتى بالاستعداد العسكري. فهذه النقطة ربطوها بهذا النظام اللي عنده القدرة على مواجهة مختلف التحديات البحرية سواء حديثة أو لا كلاسيكية. كما أن يعني هذا النظام ديال نظام الدفاع الساحلي والجزري تعمل على تحييد السفن المهاجمة بواحد الشكل فعال. يعني السفن إلى ذات الإغارة وحاط بك تيتم التحييد ديالها، النوتراليزاسيون ديالها، باش ما يمكنلاش يكون عندها واحد الهجوم على المدن، لأن عنده قاذفات صواريخ مستقلة لجميع أنواع الصواريخ اللي ممكن يتعامل معها. أيضا حتى بالنسبة لنظام الإطلاق اللي هو مصمم على نظام الإطلاق الواحد ديال الصواريخ، عنده استجابة فورية ومثالية وفعالة لمختلف التهديدات الساحلية، عكس مثلا المدفعية الكلاسيكية اللي خصك ضروري تدير التحريك وتدير لي مانوفر. هنا ما تحتاجش لي مانوفر، بنفس النظام اللي عندك هو فيه مجموعة ديال الأمدية ولا مجموعة ديال لي بورتي ديال المدى، انطلاقة من 40 حتى 300 تيمكن له يتعامل مع نوع الصاروخ اللي جاي عنده، وحتى القذائف اللي كاينه. يعني في هذا المدى ديال 300 كيلومتر ولا هذا الرايو تيمكن لها تغطيه. دابا غادي نجيو لاهم الفوائد ديال هذا النظام، ولا كما معروفين بالكي بينيفيتس. هادو ما بين اهم المميزات ولا الفوائد ديال هذا النظام، انه عنده قدره كبيره على التحرك وعلى اداره المهام ومتعدد المهام، بالاضافه انه عنده اداره شامله لجميع المهمات والعمليات، يدير اداره شامله من الالف الى الياء مع دقه الفعاليه ودقه عاليه في اصابه الاهداف والاستجابه السريعه. ماشي عاد تبقى تشوف وتفكر الصاروخ اللي يجي عندك ولا الهدف ولا العدو كيفاش دير التعامل معه.
فالنظام تيعطيك حلول شامله كيفاش تتعامل في ظرفيه انيه. يعني تنهضروا على التايمين، الوقت المناسب باش تدير تحييد الخطر بصفه نهائيه وبواحد الصيغه اللي هي فعاله. ايضا عنده قدره تشغيليه لا محدوده، تستخدم به كيفاش ما بغيتي، وسهل في التركيب، المونتاج، الديمونتاج والتحريك، وايضا اعاده الشحن والتقليم ديالو. بالاضافه انه كما سبق وهضرنا عليه تيخدم 24/7، يعني 7 ايام على 7 ايام و24 على 24 ساعه، دائما في اي وقيته بغيتي تلقاه خدام في مختلف الاحوال الجويه. كما بغات تكون الاحوال الجويه تيخدم فيها ما عنده حتى شي تاثير. وهذا تيبقى واحد الحل فعال لتحييد الخطر ديال السفن. فاش يولي عندك خدام النظام 24 ساعه على 24 ساعه، 7 ايام على 7 ايام وفي مختلف الاحوال الجويه، ما تبقاش تخاف من السفن يقربوا ولا الزوارق كما بغى يكون النوع ديالها. ايضا غادي نشوفوا واحد النقطه مهمه اللي معروفه بالسمات او المميزات اللي معروفين بالكيفيه شرز. هادو باش يتميز هذا النظام، وهذا هو المدى ديالو ولا هذا هما نقاط القوه. اولا عنده رؤوس حربيه احاديه متقدمه، وعندها مسارات متعدده. فاش نقولوا مسارات متعدده يعني من المسارات العاديه، من الافقيه، من الباليستيه، من البي اس سي. فهنا كيمكن لها التعامل مع مختلف الاهداف اللي تجيك من الصواريخ ولا من الاغارات، وبالتالي اجهاض الهجمه او الاغاره بواحد الفعاليه كبيره. وهنا خصنا نفتحوا واحد القوس. فوقاش هذا النظام تيكون صعيب عليه العمل ولا مثل الانظمه فاش يكون عندك مثلا يعني الاغراق الصاروخي. خصك تكون واحد الدوله اللي عندها واحد الصواريخ لا محدوده تبقى تشارك بالطائرات وبالسفن بالي. انا ذاك ممكن ان هذا النظام ما يقدرش يقاوم ولا ما يكونش فعال بواحد النسبه كبيره. ولكن ما ننساوش ان هذا النظام ما تيخدمش بوحده، حنا تنخدموا في حرب شبكيه، تنخدموا في واحد الحرب تشاركيه في لانطيغاغ، قوات بريه جويه وبحريه، وبالتالي ضروري تيكون عنده الاسناد. هذه واحد النقطه مهمه، لان ما كاينش شي سلاح تيخدم بوحدو. خصنا نعرفوا هذه النقطه. ايضا كما قلنا بالاضافه الى المسارات المتعدده اللي تعطيك استخدامات واستجابات متنوعه مع مختلف الاهداف، كاين انظمه الاتصال المتكامله. انظمه الاتصال المتكامله مع تيتم ادماج ديال نظام الاتصالات سي 4 اي مع الكومبا انجي. هكذا تيمكن لك التعامل مع المعركه باريحيه، لان عندك كوموند كونترول كوميونيكيشن كمبيوتر انتليجنس. هادو عندك خمسه بهم هاد المزايا تتخدم عليهم. وعاد تنهضروا على مستشعرات بعيده المدى، هذا هو الاهميه، وهذه هي النقطه اللي مهمه بزاف، هو انه عنده مستشعرات بعيده المدى. فاش يكون عندك مستشعر بعيد المدى تيعطيك تغطيه اخرى. حنا غادي نجيو نشوفوا كيفاش هذه الميزه وشنو اللي تيخليها عندها مدى بعيد وعندها سيطره على المعارك. بالتعامل طبيعه الحال مع قذائف الصواريخ اللي هي متعدده الاغراض او متعدده المهام كما بغى يكون الهدف للتعامل. فيما يخص طرق العمل ديال المستشعرات بعيده المدى، فهما تعتمدوا في هذا النظام على الطائرات بدون طيار طويله المدى، يعني عندها واحد المدى بعيد، وهذا تعطيها ولا هي مزوده بواحد القدرات بصريه فريده. يعني عندها القدره على المسح، على الكشف الفعال للاهداف، وعندها ايضا القدره حتى على التهديف وتقييم اضرار المعارك، لان فيها واحد النظام اللي معروف بالبي او الباتل ديماج اسيسمنت. هذا تيخليها دير التقييم ماشي هي الانيه، حتى التقييم المستقبلي، وتدير لي بريفيزيون ديال تقييم اضرار ديال المعارك، وتعتمد على مجموعه المستشعرات قويه. وهذه المستشعرات الميزه فيها هذه اهم نقطه اللي بغيتكم تعرفوا في هذا الفيديو ولا في هذا السلاح. هما هذه المستشعرات قويه مصممه للعمل في واحد البيئه كما بغات تكون، بيئه اللي هي خطيره، وبيئه اللي هي فيها اكتظاظ ديال المسيرات، اكتظاظ ديال لي كابتور، ديال الشبكه الخداعيه، لي بيرتيرباسيون، الحرب الالكترونيه. تيمكن لها التعامل مع هذه البيئه المكتظه. يعني واحد المثال ديال تحدي مختلف انواع ديال لي بيرتيرباسيون ولا الخداع الاشتراكيه والصادقه والعدوه الوهميه الهجينه، تتعامل معها بواحد الصيغه باريحيه، وتيمكن لها دير الفلتراج وتجبد الاهداف اللي بغات. هذا هدف حقيقي، هذا هدف غير حقيقي، هذا عدو، هذا صديق. فهمتوا؟ هذا هو الميزه في هذا النظام، وهذه اللي زوينه بزاف في هذه المستشعرات بعيده المدى اللي تكون على متن هذه الطائرات، سواء اللي هي بصريه او لا بمختلف انواع ديالها. تعطي واحد الفعاليه للسلاح وتعطي فعاليه للصواريخ كبيره. وهذه المستشعرات عندها ارتباط مباشر بالقاعده، وعندها بقاعده التحكم اللي كاينه وبالداتا اللي تكون في تواصل باستمرار مع البيرس، من اجل يعني تزويد الصواريخ باحداثيات دقيقه واحداثيات
جديده، لان مثلا واحد الباخره او واحد السفينه واقفه في واحد الاحداثيات معينه ممكن تحرك يعني للخلف او للامام او للوراء، وبالتالي خص الاصابه ديالها بدقه. والصاروخ تيكون عنده احداثيات قديمه، ولكن تيتم عبر هذه المستشعرات والطائرات بيد الطيار تحديث ديال الاحداثيات وتحديث المواقع في التايمين في الوقت الصحيح، وبالتالي التعامل باريحيه مع الهدف والاصابه ديالو في مقتل. هنا تنهضروا على تحسين التحكم والاصابه ديال الهدف بلا ما تلجؤوا عاد لتصحيح المسار. يعني الصاروخ تنطلق ليش الهدف ديالو، لان الطائره تعطيه التحركات ديال الاهداف سواء ثابته او لا متحركه. من النقط القويه اللي تخلي هذا النظام خدام وفعال مزيان هو كما قلنا نظام اتصالات C4I. هذا النظام ديال القياده والاتصال والتحكم اللي تيخلينا دائما عندنا القدره على الحصول على بيانات دقيقه ومتعدده، تتخلي هذا النظام عنده القدره على اداره المعركه من البدايه للنهايه، ايضا حتى اطلاق الصواريخ العمليه من البدايه الى النهايه بدون ما تزقل حتى مرحله. وهنا ترجعوا الى تخفيف الاعباء على العنصر البشري، بالاضافه انه تكون عنده القدره على صحه الاهداف، تعرف الهدف الصحيح من الهدف الخاطئ. وايضا عنده امكانيه حتى الغاء المهمه، مثلا اذا كان عنده واحد الصاروخ غادي لواحد المهمه ومثلا خاطئه ولا ممكن استهداف واحد السفينه على سبيل المثال، كنا عندنا هدف بحري سفينه اللي هي تجاريه ولا سفينه مدنيه، يمكن الغاء المهمه. حتى على مستوى اذا كان مثلا تستعمل في القوات البريه، الا بغينا نضربوا واحد المنطقه ومن بعد تبين ان فيها كثافه سكانيه او مستشفى او شي عمل انساني ولا عمل تخريبي ولا تلغى المهمه، يمكن الغاء المهمه بسرعه كبيره. يعني التحكم في الأوامر النيرانية بواحد الأريحية، كما أن يعني عندك منصة متعددة ديال الإطلاق يمكن تطلق كما عجبك. أيضا يمكن لها دير الفلتراج ديال الأهداف والتعامل معها بواحد لانترفال، واحد المجال مر يعني الهدف اللي تتعامل معه من 40 من المدى ديال 40 كيلومتر حتى المدى ديال 300 كيلومتر بمرور 150. يعني الصواريخ اللي عندك تما في المنظومة هما تيتحكموا في الهدف، ما يمكنش تطلقوا على ديال 300 وحنا عندنا هدف على 40 كيلومتر او 150. وبالتالي هذا حتى في اطار الاداره والحكامه العسكريه باش ما يمكنلكش تضيع السلاح ديالك، تسقط الهدف، ولكن ما تسقطوش. تقدر تسقطو بالتكلفه ديال 20,000 اورو احسن ما تسقطو بالتكلفه ديال 60,000 اورو. ايضا بالنسبه لواحد النقطه مهمه هما القدرات ديال الصواريخ، القدرات والرؤوس الحربيه، لان هذه القدرات اللي كاينه تيخليه دير التحييد للنوتراليزاسيون ديال مختلف الاخطار بواحد الشكل كبير، بالاعتماد على نوعيه ديال الصواريخ معينه، خصوصا الصواريخ الباليستيه. فاش نقول صواريخ باليستيه تنهضروا على سرعه كبيره، تنهضروا على زاويه تهديف، ايضا زاويه الانطلاق اللي هي عموديه. والزاويه العموديه في هذه الصواريخ شنو الميزه اللي عندها؟ هو القدره على مهاجمه الاهداف البحريه بواحد الدقه ويمكن الاختراق ديالهم، لان هذا الصاروخ بحكم القدرات اللي عنده والراس الحربي اللي فيه ورؤوس متعدده تيمكن له يوصل والاختراق ديال السمك ديال البيطون ارمي ولا يعني الخرسانه المسلحه ديال 80 سنتيمتر. 80 سنتيمتر راه ما سهلاش، هذه على مستوى الخرسانه، فما بالك فاش كيضرب البلاندي ما عمره ما تيوصل ل 80 سنتيمتر. يعني هذاك التصفيح ديال السفن ولا التصفيح ديال اي حاجه بغينا نضربوها، حنا عندنا غرض بالسفن يمكن الاختراق ديالها ويضرب الانظمه الموجوده على متن السفينه، سواء الانظمه ديال الاتصال، مخزون الذخيره، الرادارات، وتيمكن له اختراقها بواحد السرعه وبواحد القوه اللي كبيره. ايضا بالنسبه للصواريخ عندهم واحد النظام الالكتروني والانظمه ديال التوجيه دقيقه وما تيمكنلاش تقرا، وبالتالي صعب الاكتشاف او الاعتراض ديال هاد الصواريخ. هذا مختصر ديال هذا النظام ديال الصيداس اللي هو يعني نظام الدفاع الساحلي والجزري. حنا بالنسبه لنا تيهمنا الساحلي ما عندناش الجزر، ولكن تيبقى نظام اللي هو فعال، تبقى صفقه اللي هي تيبيك، صفقه تستحق يعني الثناء عليها. ونتمناو يكونوا العدد كافي، يكونوا بزاف البطاريات باش يمكن لنا نديروا التغطيه ديال مختلف المناطق اللي كاينه، وندخلوا في دورات العتاد وندخلوا في الميلتي كوش ولا يعني نظام حمايه متعدد الطبقات باش يمكن لنا نحميو من طنجه للسعيديه ومن طنجه للكويره، وهكذا غتكون عندنا واحد القدرات الدفاعيه اللي هي رهيبه. نتمنى ما نكونش زربت بزاف لان كاين فيه بزاف المعلومات، تنحاول نختصر. كاين بعض الكلمات اللي هما تقنيين حاولت ما امكن انني نبسطها كاننا تنتحدثوا في واحد المقاوله كلنا مجمعين
والله غالب إلا غلطنا في شي حاجة. تحية لكم جميعًا، شكرًا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.